ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم ومنورين الحلقه. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله سمك، وطبعا في ناس كتير بتحب السمك. طب معانا سمك ايه؟ معانا سمك بوري. طبعا احنا نقعينه في ميه غسيل رز مع ليمون. طب ما عندكش غسيل مثلا رز مش هتنقعي فيه، انقعي ميه عادي وحطي ليمون وسيبيه يتنقع شويه. يبقى معانا سمك ومعانا ليمون ومعانا برده ليمون اضافي عشان هنشطبه. معانا ايه كمان تاني؟ طبعا احنا مش هنشتغل في السمك دلوقتي، بس هنشتغل في الرز. طب هنعمل جنبه ايه؟ هنعمل جنبه رز مفلفل. معانا رز اي بقى كميه انت عايزاها، انا هقول لك تشتغلي ازاي. معانا ماده دهنيه، سمنه او زيت، الاثنين يمشوا. سمنه وزيت مع بعض برضو يمشوا. طيب معانا ايه؟ معانا رز منقوع. ده منقوع بقاله يجي نص ساعه. ده مغسول ومنقوع وفي ملح. ده بقى الرز اللي انا هعمله فلفل، انا ما بغسلوش يا جماعه. في حد يقول لك لا، انا والله ده حريه شخصيه. انا الرز بتاعي نضيف، وطبعا لما بيتغسل بياخد وقت كتير في التحمير. تمام. يبقى احنا دلوقتي انا ما بغسلش رز السمك، الرز المفلفل مع السمك. ماشي. معانا ايه دلوقتي؟ شغالين حط طبعا مولعين النار على الطاسه او الصينيه زي ما انتم بتقول عندكم، ومعانا رز. طيب بكميه قد ايه؟ اشتغل على قد ايه؟ اشتغلي يا اما بطبسيه يا اما تشتغلي بماج براحتك انت، العيار اللي تحبيه. وزي ما قلت انا عامله حلقه للرز الابيض على القناه لحبايبي طبعا العرايس الجداد، وطبعا اللي بيخاف من الرز او ما بيعرفش يعمله. الطبسيه او المج له مج ميه. طيب في يا اميره في رز مثلا بيقبل ميه كتير. طبعا وانت بتطبخيه هتعرفي. لقيتيه مثلا محتاج ميه، حط له معلقتين، وبعد ما بيشرب الميه بتاعته بيبقى زي الفل ومفيش اي حاجه. انا عارفه ان الرز بتاعي بيقبل ميه، يبقى احط له كوبايه وربع او طبسيه وربع او مج وربع، اللي تشتغلي بيها هتشتغلي بيها الرز على طول. انا طبعا معايره الكوبايات بتاعتي 3 كوبايات، يبقى 3 ميه. انا قاسمه الرز كوبايه ونص مغسوله وكوبايه ونص هنعملها ايه؟ رز مفلفل. يلا نقول بسم الله ونشتغل. زي ما قلت اللي حابب يغسله، كل واحد حر بقى. انا عارفه ان الرز بتاعي كويس. طبعا اغلبيه الناس اللي في المدن يا جماعه بيجيبوا الرز بتاعهم من السوبر ماركت، بيبقى رز نظيف، لان انا شفته بيبقى جاي معمول بطريقه وعليه كمان زي ماده زيت للحفظ، بيبقى نظيف جدا مفيش فيه اي حاجه. انت بس ما عليك ان انت ايه؟ تعايريه وتشتغل على طول. يبقى احنا زي ما قلت هنحط الماده الدهنيه بتاعتنا، اي حاجه انت حابه تشتغلي بيها، وهتعايري الرز. في ناس بتعايره بالنظر، والله براحتكم. انا بعايره بالكوبايه او بالطبسيه، براحتكم. وطبعا هنشتغل في السمك، ولما نيجي نشتغل في السمك هنقول لكم خطوه بخطوه. هنشوي طبعا، وهيبقى شويه سمك يستاهلوا بقكم ان شاء الله. اللي داخل على القناه يا جماعه ما يشاهدش ويطلع شاهد وحط اللايك. اللايك مش هتخسرك حاجه، يعني ربنا يكرمك كده القناه تعلى، وندعي لكم دعوه حلوه. كل اللي هيحط لايك واشتراك انا هدعي له ان شاء الله، ربنا ينول له كل اللي بيحلم بيه باذن الله. طبعا احنا دلوقتي بنحمره. الرز اللي مش مغسول ما بياخدش وقت كتير زي المغسول، المغسول بياخد وقت يا جماعه. دقيقتين وارجع لكم. كده يا حبيب قلبي الرز ايه؟ اتفلفل اهو. بالراحه وانت بتغطيه وادعي له وش. ولو معاك اطفال في المطبخ يا ريت تبعديهم خالص يعني. هتهدى النار دقيقه لما تنزليه بالراحه. ممكن تعملي كلاته كده، ممكن بيبقى جميل برضه نفس العيار. ده بنسميه مفلفل او حبايه وحبايه يا بنتي. قد ايه ملح؟ المض او الطبسيه نص معلقه ملح صغيره، يعني ده المظبوط. هتقلبيه، هتعلي عليه دلوقتي وتقلبيه تقليبتين كده على اساس ان انت تدمجي الرز الابيض مع الرز المفلفل، وبعد كده تسيبيه بقى ايه لحد ما الميه بتاعته ايه ونجهزه. طبعا معانا دلوقتي السمك. اولا السمك ما بيتشواش كده، لا، لازم انت تمسكيه. شوفوا اللي بيطلع من الخياشيم بتاعته او الدماغ بتاعته يتغسل غسله نظيفه اهو. تمام. الميه فيها ملح، فيها ليمون وميه رز.
اللي انت غاسله الرز تنقعيه فيها، لان ميه الرز من الحاجات الجميله بصراحه اللي بتشيل الزفاره. تجيبي بقى كيلو، تجيبي اتنين، انت بقى ايه ده على قد على عدد الاسره بتاعتك، ده انت راجعه له يعني، ده حاجه ترجع لك انت يا حبيبتي. حبايب قلبي البنات الصغيرين اللي داخلين، اللي متجوزين لسه جديد، بأسهل الطرق وإن شاء الله هيبقى بطريقة حلوة قوي بجد. الطريقة ديت جميلة، بتخلي السمك بيتنقل في حتة تانية، ما بيبقاش زفر، بيبقى جميل. هخلص بقى وارجع له. دلوقتي احنا غسلناه وشطفناه، طب هنعمل ايه؟ طبعا اهم حاجة الليمون اهو. اهو هنشطفه كمان مرة كده، وبعد كده نحط عليه ليمون واحنا بيتشوي. هوريكم ايه اللي هيتحط عليه، وبعد كده نكمل بقى واحنا عند الشوي. ده الليمون اهو بيتعصر عليه اهو. اهو ده بعد ما يتغسل مرتين ثلاثة كده يعني اهو. على بقى. ها معانا ايه بقى؟ قلنا معانا سمك طبعا بعد ما غسلناه ونضفناه وظبطناه للشوي على طول. معانا جزر مبشور وفلفل متقطع، عايزاه حار عايزاه بقى بارد ده براحتك، بس يتحط عليه فلفل. وطبعا النجم بتاعنا الليمون، وبس حب عودين شبت على كزبره بيدوا ريحه رائعه. ومعانا دي تشكيله بهارات كمون كزبره، دي تشكيله بتجيبها من عند العطار. لما نيجي نشوي بقى نتقابل واحنا بنشوي. رجعنا لكم بقى واحنا بنشوي السمك. اول حاجه دي رده، بتجيبها من عند بتاع العلف او بملاها كده. تمام. الفرن اولا بتسخنيه جدا، بيبقى سخن قوي. ان شاء الله يبقى شويه سمك يا جماعه، عسل عسل. ماشي هخلص يا جماعه واحنا بنحطه في الفرن اوريه كده يا حبايبي. هنحطه في الفرن، هندخله الفرن. الفرن زي ما قلت يكون سخن قوي. طب بعد كده لما يبدا ياخد لون من تحت ونقلبه على الوجه التاني هنهديه، ما تعليش عشان يستوي منه. يا حبايبي بدا ياخد لون اهوت من الجهه اللي احنا حطيناه عليها، وهنبدا بقى نقلبه على ايه، على الوجه التاني اهو. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هنقوم رايح مهديين بقى اهو. شايفين؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ ما شاء الله تبارك الله. زي ما قلت يا حبايب قلبي هتقلبيه على على الجهتين لحد ما ياخد اللون كده، وتهد عليه بقى من توطي عليه من تحت طبعا زي الفرن العاديه دي. تمام. بعد كده طيب انا عايزه اعرف ازاي لو انا مثلا اول مره اشويه خايفه، امسكي راسك كسريها، لو لقيتي فيها سوائل لسه، اللي هي سوائل اللي هي الدم لسه، هد عليه بالراحه وسيبيه وقلبيه. لقيتيه ناشف وبقى حلو طبعا انا عارفه ان هو استوى، هترجعيه تاني. لقيتيه استوى خلاص طلعيه. طيب هنعمل ايه؟ هنطلع، ما تشيليش طبعا على ايدك اوعي، لان طبعا البوري من الحاجات اللي ممكن تولع، سواء البوري او الشبار، على اي حاجه كده، كرتونه، على طبق، على غطا، تشيلي عليه. طب هنعمل ايه؟ اول حاجه، اول حاجه هنعملها، بصوا بقى كده معايا، بسم الله. دي الخلطه بقى، بصوا دي خلطه جباره، فلفل وجزر وشبت وكزبره. الله طبعا عارفه ان الشبت والكزبره غاليين، بس مش هنستخسر فينا. قلت لك رابطه ب5 جنيه ب10 جنيه. طيب قد ايه؟ الملح ده بقى في ايدك. تمام. الملح ده في ايدك. اول حاجه في الارضيه بتاعت الصينيه بتاعتك او اي حاجه، شوفي انت هتحطيها على ايه، لازم تعصري ليمون، لان طبعا البوري من الحاجات اللي هي والليمون واحد. هنبدا نرص كده اهو. تمام. اهو يا حبايبي، زي ما عملنا في الارضيه بتاعت الصينيه او الكرتونه او الطبق، ايا كان انت هتحطي على ايه، هتعملي كده. الاول هترشي ملح زي ما قلت، الملح ده في ايدك. في ناس بتحبه مالح، في ناس بتحبه عادل، طبعا يا جماعه ده في ايديكم انتوا اهو. والخلطه بتاعته دي بتبقى موجوده في كل بيت عامه يعني. هترشي كده اهو زي ما قلت اهو. واهم حاجه، اهم حاجه بصوا اهو، الليمون الليمون الليمون، عشان طبعا البوري بيبقى زفر يا جماعه اهو.
طيب كده البوري هطلع الاربعه الباقيين، وبعد كده ايه ارجع لكم بقى واحنا بنعمل. طبعا يا حبايبي الرز اهو شايفين كده اهو، اظن بقى مفيش حبايه ماسكه في التاني، حاجه من الاخر فاخر من الاخر. يلا بينا بقى نشوف احنا عملنا اكلنا ايه النهارده. وبكده يا حبايب قلبي وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، يا رب تنال رضاكم وتعجبكم، وما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من قناه اميره حسن. طبتم في رعايه الله.